نقدر نتوقف فين بالظبط عشان نعرف سر صنعة النشر؟ تحقيق المعادله، في كل اللي انا قلته ده. تحقيق المعادله بان انت تقدم قيمه ثقافيه باسماء ليها وضعها، وان انت تقدم حاجه تستهدف الجمهور او نقدر نقول تجاريه. احنا لازم نحقق المعادله دي. طبعا دي صعبه جدا، ان فاحيانا بيبقى في ناس ليها قامات وكتابات واقلام كويسه جدا لكن مش تجاريه. فانت بتبقى محطوط ما بين ان لا انا عايز حاجه عشان انا برضو في الاول في الاخر مشروع عايز يكمل، عايز يكمل. هل الاسماء اللي مش تجاريه دي يمكن بخبرات حضراتكم انكم يعني تقعدوا معاهم وتعيدوا تسويقهم، تعيدوا تقديمهم؟ طبعا لازم. وعشان كده في حاجه اسمها تحرير ادبي. لا 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 لا، انا عايز فلان. لا طالما انت قبلت تنشر لمؤلف لمبدع، فانت يجب عليك انك تحتضن هذا المبدع. صح. الى ان توصله الى بر الجوائز او توصله الجوائز. طبعا الجوائز دي جزء مهم من لعبه التسويق. طبعا. وعلى فكره يعني معظم المحكمين معظم، مش بقول كلهم، بيعتمدوا موضوع السوشيال ميديا برضه. لان انت لما يبقى عندك 1000 روايه في مسابقه متقدمه، مين هيقعد يقرا كل ده؟ الوقت اللي احنا فيه يعني بيبقى عندك جرأة لاختيار رقم الطباعه، بتختاريه بناء على ايه وبيبقى الرقم كام؟ عندك قدره تقولي الرقم كام؟ بناء على طبعا ايه؟ يعني بناء على دراسه روايه نازله المعرض او نازله بره المعرض، هو مبدئيا عشان وعندك تعمل رقم لازم تاخدي بيه قرار عشان تطبعي. اوكي، هو مبدئيا علشان اوزع توزيع كويس، لان لازم اي روايه انا بعملها لازم اديها فرصتها، ولازم أكيد اوزعها توزيع جيد. فالطبعه مش اقل من 1000 نسخه. عدد الطبعات بقى انا بقرره على اساس اسم الكاتب، وعلى اساس الناس مستنيين ولا لا. يعني في كاتب بيبقى الناس مستنيه الكتاب بتاعه، بيبقوا عارفين منتظرين ان الروايه تنزل، فبالتالي احنا مضطرين احنا نعمل عدد كبير من أكيد. الطبعات. في كاتب بيبقى جديد، انا براهن عليه وبشوف ان هو ممكن يبقى بيست سيلر، وطبعا دي حاجه في الاول وفي الاخر بتبقى بتوفيق من ربنا. بنعمل الطبعات، ممكن تخلص ممكن لا، بس برضو بالحدث بتاعنا بقى وخبرتنا ورؤيتنا للقلم ده. وفي اقلام بتبقى بتاعت جوائز زي ما استاذتنا قالت كده بالظبط. انا ببقى عارفه ان الكاتب ده كاتب جوائز، انا باخد الروايه دي عشان انا عارفه ان انا هقدم بيها مسابقات. انا حاولت اعمل يعني بحث كده ان انا اعرف مين اول ناشره كتب في مصر. روزا اليوسف. لا روزا اليوسف طبعا، ده روزا اليوسف الجريده والجورنال، ثم بعد كده اعتقد ان عملت مش فاكر اسم السلسله ايه، لكن طبعا روزا اليوسف ناشره مهمه جدا. طبعًا. لكن من ناشرات الكتب بقى اللي اشتغلوا في الكتب عندكم فكره؟ انا حاولت. كانت صاحبه دار سينا الله يرحمها، راويه عبد العزيز. من اوائل هي اللي انا يعني اول ما اختلطت بالحياه الثقافيه في منتصف الثمانينات، وكان هي عندها دار نشر وبتنشر كتب جريئه جدا، كتب فكريه جريئه جدا. في الفتره اعتقد دي فتره ايه، نهايه الثمانينات بدايه التسعينات. ايوه بالظبط. في النشر يقول لك ايه، الروايه هي الاكثر توزيعا يعني. ده اللي متعارف عليه، ودايما تلاقي ناس كتير بيدوروا ايه اخر روايه نزلت لفلان. كان في وقت من الاوقات يعني كل فتره الجمهور احنا في فتره ايه دلوقتي بياخد يعني نون فيكشن او التنميه البشريه. التنميه البشريه دي دايما مستمره. والتاريخ اخذ قبل النون فيكشن كانت الروايه تاريخ النون فيكشن. عندي اعتراض على تسميه التنميه البشريه. التنميه البشريه دي او يعني حاجه دارجه بتحمل الكثير من الهراء الحقيقه. اي حد يكتب اي كلمتين في الحياه ويبقى ده التنميه البشريه. في ناس بقت هي متخصصه كده، مش بشكل علمي مش بشكل علمي. في ناس بتكتب بشكل علمي. يعني انا لما اكتب اما انشر كتاب عن علم النفس الايجابي وايه اللي ده، اما انشر كتاب عن ازاي الناس تشغل دماغها وتفكر ازاي بشكل باسلوب علمي، بس انا ما اقدرش اقول عليه تنميه بشريه. ما هو ده بقى اللي هياخدنا لفكره انه الكتاب اللي نقدر نسميه التيك اواي، وده بقاله كتير جدا. أيوة. يعني حتى المصطلح متداول وما زال مستمر. والكتاب الرصين الجاد، واكيد طبعا اللي بيغلب مين اللي بيكسب اللي في الاخر؟ التوزيع. اللي بيبقى حاجه. لا اللي بيكسب في التوزيع الروايه الجيده. ايوه. والنواديز ايامنا دي، في الايام دي كتب التاريخ، كتب السياسه. ودي بقى لها
7 8 دي كتب سنين. مربحه الكتب دي للنشر. الكتب دي عليها قراءة كبيرة، بتطلب كتير. كتب التاريخ والروايات التاريخية عليها طلب من بعد يعني فترة طويلة كده، وهي الكتب دي عليها إقبال. طيب تعالوا نروح بقى للمستقبل، لأنه دور رئيسي لأدوار حضراتكم إنه يفضل الكتاب موجود بأي صيغة من الصيغ ولا أي صورة من الصور.